في بيان رسمي نفى رئيس اللجنة الإعلامية في الاتحاد اليمني لكرة القدم محمد الشومي صحة الأنباء المتداولة حول بيع حقوق نقل الدوري اليمني لأي قنوات فضائية، مؤكداً عدم وجود أي اتفاق بهذا الشأن، ومشدداً على أهمية تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية. توضيح يأتي في توقيت مهم ويضع حداً لما تم تداوله مؤخراً حول دخول قنوات إلى خط النقل، وهو ما يعكس حرصاً على ضبط مسار المعلومات في هذا الملف. لكن هذا النفي لم ينهي الجدل بالكامل، بل أعاد توجيه الأنظار نحو خيارات أخرى لا تزال مطروحة داخل أروقة النقاش. وفي هذا السياق يبرز مقترح ينسب إلى الشومي يتعلق بإدارة حقوق البث بشكل كامل، والاكتفاء بنقل مباريات الدوري عبر منصات التواصل الاجتماعي كحل بديل يراه أقرب للتطبيق في المرحلة الحالية. وبحسب ما يتم تداوله فإن هذا التوجه لا يزال قائما، ويطرح كأحد المسارات الممكنة لتنظيم عملية النقل في ظل غياب أي اتفاق مع القنوات الفضائية. وفي قراءة لهذا المشهد يبدو أن النفي لم يكن نهاية القصة، بل بداية لمرحلة مختلفة تتشكل فيها ملامح نقل الدوري بعيداً عن الشاشات التقليدية. وبصيغة يمكن فهمها من سياق الطرح، فإن الرسالة تبدو واضحة: لا وجود لاتفاق مع القنوات، وما زال المقترح الذي قدمته قائما باعتباره الخيار الأنسب لنقل الدوري بسلاسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبآلية مبسطة تضمن استمرارية البث وبتكلفة محددة لا تتجاوز $200 لكل مباراة. عبارة تختصر الكثير وتفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول شكل المرحلة القادمة وطبيعة القرار النهائي الذي سيحدد مسار النقل. الجماهير اليمنية التي تابعت هذه التطورات باهتمام تجد نفسها اليوم أمام واقع مختلف، حيث تتراجع احتمالات النقل التلفزيوني مقابل تصاعد خيار البث الرقمي. وبين النفي الرسمي واستمرار هذا الطرح تبقى الصورة غير مكتملة، في انتظار إعلان نهائي يحدد الجهة الناقلة ويضع حداً لحالة الترقب. وفي مثل هذه الملفات قد تغلق أبواب بشكل واضح، بينما تفتح أخرى بهدوء أكبر.